هو الطفل أمين عروسي مصاب بطيف التوحد صاحب 14 عاما. كانت بدايته مع حفظ القرآن الكريم منذ طفولته عن طريق السمع، فكان أول ما نطق به هو كلام الله. كان عنده شويه تاخر في النطق وفي سميتو في الحركه، ومشى حتى في المشي. حتى في المشي مشى شويه روطار. هي من بعد كي بدا يكبر شيئا فشيئا بدات تظهر عليه، مثلا يكون الاذان نقول له كشقانه يكون الاذان يسكت وينبهج في التلفاز. وكذلك هكاك القراءه، مثلا هكا كاش مقرئ كنقول القران ولا حاجه ثاني يسكت. هي مع مرور الايام كي بدا يكبر شيئا فشيئا، اول حاجه كينطق بالاذان والقران، بدا يأذن. واحد الخطره هكا الوالد دخل عليه الصلاه لقاه يأذن. مما لاحظنا عليه أنه حتى الآيات المتشابهات في القرآن الكريم لما نعطوه آية يذكر لنا كل الآيات المتشابهة في القرآن الكريم من الصور حتى صفحاتها وآيات وترقيمها وإلى آخره. رغم حالته المرضية، أمين يحفظ القرآن كاملا كما يحفظ أرقام الآيات والسور وكذا الصفحات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون. الأنفال ولا تكونوا كالتي لا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إنهم 21. قول الله سبحانه وتعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. 10. الصفحة 396. فإن كان التوحد انعزالا وضعفا في التواصل مع المجتمع، فإن أمين نجح في التواصل مع القرآن، فأحسن حفظه وترتيله.